نرى حرص الكثير على المسلسلات اليمنية الجديدة، ونقول لهم ونذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل: احرص على ما ينفعك، ولم يقل احرص على ما يضعك ويمسخك ويضيعك. فيا أيها الأخ الكريم، احرص على ما ينفعك ويرفعك، هو القرآن، هو الحديث النبوي. احرص على هذا، بارك الله فيك. قالوا أن لهم مسلسل بعنوان خروج نهائي يقوم عليه محمد الربع أو السبع، ولا نعلم ماذا سيأتي لنا من جديد. فيا أيها الإخوة الكرام، نقول لكم: هيا تعالوا بنا إلى أن نسجل خروج نهائي من كل الخزعبلات والكذب والغيبة والنميمة. تعالوا نسجل خروج نهائي من عقوق الوالدين، من ترك صلاة الجماعة. تعالوا نسجل في درب الطاعات خروج نهائي من الكبر، من الغطرسة، من الفساد، من الفجور، من الفحش، من بارك الله فيكم من اللعن، من القدح، من الطعن في الأنساب. تعالوا نسجل خروج نهائي. تعالوا بنا لنسجل خروج نهائي من أي مساحة فيها الشيطان يضع خطواته ليصل إلينا ويوصلنا إلى ميادين الفحش والرذيلة. تعالوا بنا نسجل خروج نهائي من ماذا بارك الله فيكم؟ من روابط العهر والدياثة والمجون التي تدعو إلى التحرر من نقاء الإسلام وطهره إلى ميدان فساد الكفر ودياثته وعهره عياذا بالله عز وجل. تعالوا بنا لنسجل خروج نهائي ممن يدعو إلى التحرر من طهر الإسلام، من حشمته، من عفته، من غيرته، من شموخه وعزته. تعالوا بنا لنسجل خروج نهائي من درب الهوى والغوى، من درب ما يضر ولا ينفع ويخفض ولا يرفع. تعالوا بنا لنسجل دخول أولي ومستقبلي وسرمدي بتوفيق الله إلى درب الاستقامة. استقم كما أمرت، إلى درب نلتمس فيه علما وحلما، ونلتمس فيه عملا صالحا، ونلتمس فيه خيرا في دنيانا لأخرانا، في درب نلتمس فيه عملا صالحا عل الله أن يسهل لنا بذلك طريقا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والله يدعو إلى دار السلام، فانظروا أيها النبلاء لمن تستجيبون، إلى من يدعو إلى دار السلام أم إلى من يدعو إلى مسخ الفطر وإلى ماذا الاختلاط، إلى ذهاب الغيرة، إلى محق الصغار وفساد الكبار، إلى الرذيلة، إلى الاختلاط، إلى ذهاب الحشمة، إلى ذهاب الرجولة، إلى ذهاب الأوقات وضياعها فيما لا ينفع ولا يجدي نفعا. فيا أيها النبلاء، احرصوا على ما ينفعكم واستعينوا بالله، والله هادي الجميع إلى ما فيه